السلام عليكم ورحمة الله، وياكم جعفر عراقي. اليوم عندنا شرح لموقع الصيانة المتخصص موقع اي فليكس. هذا الموقع راح يمكن من صيانة عدة أجهزة من الموبايلات والحاسبات وأجهزة البلاي جيمز والسيارات. هذا الموقع أقدر أشتري من عنده أدوات قطع الغيار، أدوات الصيانة، وراح يعلمني شلون أقدر أصين هاي الأجهزة. نتصفح واجهة الموقع. هذا القسم راح يمكنني من صيانة الأجهزة وتعلمها. هذا القسم راح يمكنني من الأسئلة والأجوبة والاستفسارات اللي عندي. هذا القسم راح يمكنني من شراء الأجهزة وقطع الغيار وأدوات الصيانة. نتصفح الموقع ونشوف بعد. هنا عندي إعلانات أو الأسعار اللي عندهم عن الأجهزة والقطع الغيار وأدواتهم. ندخل القسم الصيانة. مثل ما تشوفون قسم الصيانة في عدة أقسام، منها أجهزة الماك والتابلت والآيفون والكار والبي سي والجيمز والأندرويد والكاميرات. نتصفح قسم الكاميرات. بعد ما دخلنا قسم صيانة أجهزة الكاميرات راح ألقى عدة أقسام، منها شركات كانون واتش بي وكوداك ونيكون. ندخل القسم كانون. بعد ما دخلنا قسم الكاميرات كانون أتصفح الكاميرات الموجودة عندهم والمتوفر عليه الشرح. مثلا كاميرات 7D. هنا بعد ما دخلنا الموقع راح ألقى شرح واحد. طبعا الشروحات تختلف من قسم إلى قسم آخر. مثلا قسم كانون 7D، كاميرات 7D، هنا شرح متوفر شرح واحد. أتصفح الشرح وأشوف. بعد ما دخلت القسم صيانة كاميرات 7D كانون 7D، هنا راح يعطيني طريقة التعلم. هنا صورة للشرح، وهنا شرح عن اللي راح أسويه بالصيانة. نتصفح. بعد ما دخلت القسم الكاميرات وراح أرجع لواجهة الموقع وأدخل الغير قسم. أتصفح غير قسم للموقع. هنا راح أدخل القسم أجهزة الأندرويد. بعد ما دخلت القسم صيانة أجهزة الأندرويد راح أروح على سمارت فون أو التابلت أو الساعات أو التي في فيديو. بعد ما فتح لي قسم صيانة أجهزة أندرويد سمارت فون، أتصفح الأجهزة المتوفرة عندهم أو الشركات المتوفرة عندهم. مثلا أجهزة هواوي. بهذا القسم راح ألقى 23 جهاز متوفر عندهم. طبعا الشروحات مثل ما ذكرت بالسابق انه تختلف من قسم الى اخر وحسب الاجهزة المتوفرة عندهم والشروحات المتوفرة عندهم. ندخل على اي جهاز، مثلا جي 6، ايضا متوفر عندهم شرح واحد. مثل ما قلت لكم انه هذا الموقع راح يمكنني من صيانة عدة اجهزة، واقدر ابحث عن الجهاز اللي انا اريده او القطع اللي انا اريدها. لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلني. كان معكم جعفر عراقي.